لو جيت قلتلك إن أكتر سجن ممكن تعيش فيه ما كانش ليه باب ولا قضبان ولا حتى حيطان، كانت جملة واحدة بس: أنا عنديش اختيار. الغريب إن أغلب الناس لما تسمع كلمة سجن بتفكر في حاجة حواليها، ولكن اللي ما يعرفوهوش إن أخطر السجون هي اللي بتتبني جوه دماغك، مش لأنك فعلا ما عندكش اختيارات، ولكن لأنك مع الوقت بطلت تشوفها. فيمكن الحقيقة مش إنك واقف مكانك، يمكن الحقيقة إنك بقالك فترة طويلة باصص لنفس الحيطة. عايزاك تغمض عينك وتخيل معايا كده إنك جوه متاهة، كل ما تمشي تلاقي طريق مقفول، فتلف تلاقي حيطان، طب ترجع تلاقي نفس المكان، وبعد ساعة تقول لنفسك خلاص مفيش مخرج. بس إيه اللي يخليك متأكد إن مفيش مخرج؟ هل لأنك شفت كل المتاهة، ولا لأنك شفت الجزء اللي واقف فيه؟ فكر فيها. كتير مننا لما يبقى تحت ضغط، أو في علاقة مؤذية، أو حتى في شغل مش بيحبه، أو قدام قرار صعب، بيحس إن الحياة كلها بقت طريق واحد، وفجأة الجملة اللي بيقولها تتغير من مش عارف أعمل إيه إلى أنا ما عنديش اختيار. في الحلقة اللي فاتت اكتشفنا إن جملة أنا ما أقدرش ما كانتش حقيقة، كانت حكم اتعلمناه مع الوقت. والنهاردة عايزين نروح لحتة أعمق شوية، لأن حتى لو صدقت إنك تقدر تتعلم، هيجيلك سؤال تاني: هو ليه أوقات رغم إن الباب موجود مش بنشوفه؟ مش لأن الباب مقفول، ولكن لأنك بقيت متأكد إن أصلا مفيش باب. ودي نقطة خطيرة جدا، لأن الإنسان لما يقتنع إن مفيش اختيار بيوقف البحث ويبدأ يعيش وكأن كل حاجة مكتوبة. ولكن عايزة أوضح حاجة مهمة جدا: الحلقة دي أنا مش هقولك إن كل الناس تقدر تعمل أي حاجة، لا، لأن في ناس ظروفها صعبة فعلا، وفي ناس الخيارات عندها محدودة جدا، وده واقع. ولكن محدودية الخيارات مش معناها انعدام الاختيارات، وده الفرق اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنحاول نفهم ليه عقلنا أوقات بيقنعنا إن الطريق خلص رغم إن في طريق تاني. يمكن الطريق التاني ده أصعب، يمكن أبطأ، لكنه موجود. وفي نهاية الحلقة أنا مش هسألك إيه القرار الكبير اللي هتاخده، أنا هسألك سؤال أبسط بكتير: إيه أصغر مساحة اختيار لسه موجودة في حياتك وإنت مش شايفها؟ ولكن قبل ما نجاوب، تعالوا نرجع لآدم. آدم خلاص احنا عرفنا انه بعت السي في وحاول لأول مرة يخرج من الجملة القديمة، ولكن حصل اللي كان خايف منه. وصلته رسالة، فتحها وقرأ أول سطر فيها بيقول: بشكرك على اهتمامك. ولكن ساعتها رجع الصوت القديم، ولكن المرة دي ما قالش أنا ما أقدرش، هو قال جملة أخطر بكتير: خلاص يبقى مفيش فايدة. ومن هنا بدأ السجن، لأن آدم كان فاكر إن المشكلة في رسالة الرفض، ولكن الحقيقة إن المشكلة كانت القرار اللي أخده بعدها. فخليني أسألك سؤال: لو جيت دخلت أوضة والنور كان مطفي، هتشوف كام حاجة؟ تقولي ولا حاجة. طيب هل معنى كده إن الأوضة فاضية؟ أكيد لأ، الحاجات كلها لسه مكانها، ولكن أنت مش شايفها. فالغريب إن عقلنا بيعمل نفس الحاجة لما نخاف، لما نتوتر، لما نقلق، لما نحس إننا تحت ضغط. طريقة تفكيرنا بتتغير، مش لأننا بقينا أقل في الذكاء، ولكن لأن المخ بيبدأ يركز على حاجة واحدة بس. فأنت دلوقتي لو ماشي في غابة وفجأة سمعت صوت حيوان مفترس، في اللحظة دي هل هتيجي تقف وتفكر في خطط السنة الجاية أو في كتاب نفسك تقراه؟ أكيد لأ. كل تركيزك هيبقى على سؤال واحد بس: إزاي أنجو؟ وده شيء طبيعي جدا،
لأن المخ عندنا مصمم إنه يحافظ على حياتك قبل ما يحافظ على راحتك. ولكن المشكلة إن المخ ما بيفرقش دايما بين الخطر الحقيقي والخطر النفسي. فرسالة رفض أو خلاف أو مقابلة شغل أو انفصال كلها ممكن تخلي جسمك يتصرف وكأن أنت موجود في خطر دلوقتي. ولما ده يحصل بيحصل تغيير صغير ولكن تأثيره بيبقى أكبر على حياتك، هو إن انتباهك بيضيق. فبدل ما تشوف 5 احتمالات تبدأ تشوف احتمال واحد بس. بدل ما تيجي تسأل إيه الاختيارات اللي قدامي تسأل هو ليه مفيش حلول. وده مش ضعف، وده مش معناه إنك بتبالغ، هو ده جزء من الطريقة اللي بيشتغل بيها العقل تحت الضغط. فآدم بعد رسالة الرفض رجع البيت ورمى الموبايل وقعد يبص للسقف، وكان في دماغه جملة واحدة بس: الباب اتقفل زي كل مرة. فلو كنا واقفين جنبه وجينا سألناه هو اتقفل ولا باب واحد بس اللي اتقفل، يمكن كان هيسكت لأن السؤال ما جاش على باله قبل كده. ده بالظبط اللي بيحصل معانا. فاحنا ساعات بناخد تجربة واحدة ونخليها خريطة للحياة كلها. وظيفة اترفضنا فيها فنقول إن مفيش شغل، شخص خانك فتقول إن الناس كلها خاينة، انت فشلت مرة فتقول أنا عمري ما هنجح. لكن هل الواقع قال كده فعلا ولا عقلك هو اللي اختصر الطريق؟ فزي ما اتعلمنا إنه يمكن أكتر حاجة محتاجها دلوقتي مش باب جديد، يمكن محتاج نور علشان تشوف إن الباب كان موجود أصلا من البداية. ولكن ماذا لو الباب موجود فعلا؟ ليه ناس كتيرة بتفضل قاعدة قدامه سنين من غير ما تفتحه؟ دلوقتي احنا عارفين إن آدم ما قدمش في أي وظيفة تانية، مش لأنه استسلم ولا لأنه كسلان، ولكن لأنه كان مقتنع إن مفيش فايدة. كل يوم يجي يفتح مواقع التوظيف يبص فيها دقيقتين ويقفل اللابتوب، مش لأنه ملقاش شغل ولكن لأنه كان متأكد إن أي محاولة جديدة هتنتهي بنفس النتيجة. وفي يوم وهو نازل قابل جاره ده كان راجل كبير في السن، كان بيشوفه من وهو طفل. فسأله ببساطة: آدم عامل إيه؟ فقال له: الحمد لله. ولكن الراجل لاحظ حاجة، فقال لآدم: واضح إنك شايل الدنيا فوق كتافك. فآدم ضحك وقال له: هو أنا عندي اختيارات أصلا؟ الراجل سكت شوية وبعدين سأله سؤال غريب: هو أنت جربت كم مرة؟ فآدم استغرب وقال له: مرة. فالراجل هز راسه وقال له: يبقى إزاي عرفت النتيجة قبل ما تكمل؟ مع إن السؤال كان بسيط ولكن لأول مرة آدم يحس إن في حاجة غلط. هو فعلا كان اترفض مرة، ولكن إمتى حولنا مرة لكل مرة؟ وإمتى تحولت لكل الشركات؟ وإمتى تحولت محاولة لحياتي كلها؟ وده إحنا عرفنا إن اسمه تعميم. والتعميم بيقولك إن طالما حاجة حصلت مرة يبقى هتحصل كل مرة. فده يخليك توقف قبل ما الواقع نفسه يوقفك. فالراجل بس بص لآدم وقال له: تعرف، أنا زمان فتحت مشروع وقفل بعد 6 شهور. وقتها جيت قلت خلاص أنا فاشل في التجارة. فقعدت 5 سنين ما جربش تاني، مش لأني ما كنتش أقدر ولكن لأني كنت مقتنع إن النتيجة أنا عارفها. فابتسم وقال جملة فضلت ترن في وقتها في دماغ آدم. قال له: إحنا أوقات مش بنعيش الواقع، إحنا بنعيش توقعاتنا عن الواقع. فآدم رجع البيت كده وفتح اللابتوب مش علشان يقدم ولكن علشان يثبت لنفسه إن الراجل غلط. جه فتح مواقع التوظيف تاني فلقى إعلان، والإعلان ده ما كانش شافه قبل كده. وقف ورجع يبص تاني، الإعلان كان منشور من أسبوع. فسأل نفسه: هو أنا إزاي ما كنتش شايفه؟ طب هل الإعلان جديد؟ لأ. هل الموقع اتغير؟ برضو لأ. اللي اتغير إن آدم بس فضل يدور، مش بيثبت لنفسه إن مفيش فايدة. في اللحظة دي ما كانش لقى وظيفة وما كانش بقى ناجح فجأة،
ولكن حصل تغيير أهم، إنه لأول مرة بدأ يشك في الجملة اللي كان متأكد منها، اللي هي أنا ما عنديش اختيار. يمكن كان عنده بس هو ما كانش شايفه. فعلشان كده قلنا إن أخطر سجن مش اللي بيمنعك تمشي، أخطر سجن هو اللي بيقنعك إن أصلا المشي ملوش معنى. فأنا عايزاك تعمل معايا تجربة مش هتاخد دقيقة، عايزاك تجاوب بسرعة وما تفكرش كتير. تخيل إنك صحيت الصبح بكرة ولقيت رسالة مكتوب فيها عايزين نقابلك. أول فكرة جت في دماغك هي إيه؟ أكيد غلط؟ طب أكيد هيعتذروا؟ أكيد هيرفضوني؟ أنا عايزاك تلاحظ، أنا ما قلتش مين اللي بعت الرسالة ولا مقابلة إيه ولا حصل إيه قبلها، ولكن عقلك كمل القصة لوحده. ليه؟ لأن العقل والمخ بيكره الفراغ، فلما المعلومات تكون ناقصة بيكملها هو. بيكملها بإيه؟ بالخبرات القديمة، مش بالضرورة يكون بيكملها بالواقع. فتعال نجرب مرة تانية. واحد صاحبك شاف رسالتك ومردش عليه، إيه أول تفسير؟ زعلان مني؟ اتغير عليا؟ مش مهتم بيا؟ طيب، هل ده التفسير الوحيد؟ اسأل نفسك. طبيعي هتقولي لأ، ممكن يكون في شغل، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون سايق، ممكن يكون نايم، ممكن يكون شاف الرسالة وقال هرد بعد شوية ونسي. فانتوا شايفين اللي حصل؟ الواقع كان واحد ولكن عقلك اختار تفسير. والمشكلة إننا غالبا بنتعامل مع التفسير ده كأنه حقيقة مطلقة. تمام؟ دلوقتي عايزاك تعمل حاجة، عايزاك تفتكر موقف فضلت تقول لنفسك فيه أنا ما عنديش اختيار، أنا ما عنديش أوبشن. خد وقتك، مش لازم يكون موقف كبير، ممكن علاقة، ممكن شغل، ممكن دراسة، ممكن قرار أجلته سنين. افتكرته؟ حلو. دلوقتي اسأل نفسك سؤال واحد بس، هل فعلا أنا ما كانش عندي أي اختيار؟ ولا الاختيارات اللي كانت قدامي كلها كانت مؤلمة؟ طبعا في فرق كبير جدا بين الجملتين، لأن أوقات احنا ما بنكونش فعلا من غير اختيارات، احنا بنبقى مش عايزين ندفع تمن أي اختيار. والتمن حقيقي، إنك تنهي علاقة مؤذية ليه تمن، إنك تغير شغلك ليه تمن، إنك تبدأ من الصفر ليه تمن. ولكن التمن الأخطر إنك تفضل مكانك، هو برضه ليه تمن. وهنا أول مرة لازم نغير السؤال، مش إيه الاختيار اللي مفهوش وجع، ولكن السؤال لازم يكون أنهي وجع يقربني من الحياة اللي عايز أعيشها. يمكن مفيش طريق سهل، ولكن ده مش معناه إن أصلا مفيش طريق. لأن في أوقات أكبر كذبة بيقولها لنا عقلنا إن أنت مش هتنجح، مش دي، ولكن بيقولك إن مفيش غير اللي أنت فيه دلوقتي. فلو صدقت الجمل دي هتفضل واقف حتى لو الباب كان مفتوح. فصديقنا آدم بعد ما قفل اللابتوب رجع فتحه تاني، مش لأنه بقى واثق، ولكن لأنه لأول مرة بدل يسأل نفسه، هو أنا فعلا ما عنديش اختيار ولا أنا خايف من تمن الاختيار؟ وكان ده أول سؤال بدأ يفك القفل بتاع السجن. آدم قعد قدام اللابتوب، الإعلان قدامه، إيده راحت على زرار التقديم ووقفت. ليه؟ لأن الصوت القديم رجع. إيه لازمتها؟ ما أنت كده كده هتترفض، طب بلاش وجع جديد بقى. والأول مرة آدم محاولش يسكت الصوت ولا يحاربه حتى، هو سابه يتكلم. وبعدين سأل نفسه سؤال، هو أنا فعلا عالق؟ يعني أنا لسه فعلا واقف مكاني؟ والأول مرة سكت من غير ما يجاوب بسرعة، بص للموقف كأنه بيشوفه من بره. فهو دلوقتي عنده اختيارين للموقف، يا إما إنه يقدم وممكن يترفض فيرجع يقدم تاني، أو إنه ما يقدمش ويفضل مكانه. الاختيارين فيهم احتمال وجع، ولكن واحد فيهم فيه احتمال للتغيير.
وفي اللحظة دي اكتشف إن هو ما كانش محبوس بسبب رسالة الرفض، هو كان محبوس لأنه كان مستني اختيار يضمن له النجاح، وده طبعا مش موجود، لأن الحياة ما بتديناش الضمانات، هي بتدينا احتمالات. وفجأة الجملة اللي كانت بتتحكم فيه بدأت تتغير، بدأ يقول لنفسه يمكن أنا عندي مساحة صغيرة إني أختار، وزي ما قلت مش مساحة كبيرة ومش حرية كاملة، ولكن مساحة صغيرة. فأوقات سنتيمتر واحد يكفي علشان تقدر تغير الاتجاه. فاكرين واحنا في أول الحلقة قلنا إن السجن ما كانش ليه حيطان، ودلوقتي آدم اكتشف إن الباب أصلا ما كانش مقفول، هو بس كان واقف بعيد عنه. فخليني أسألك سؤال، لو ظروفك النهاردة مش هتتغير، إيه الحاجة الوحيدة اللي تقدر تختارها قبل ما تنام؟ مش حياتك كلها ولا مستقبلك، أنا عايزاك تختار اختيار واحد بس. ممكن تبعت رسالة، ممكن تقدم في شغل، ممكن تعتذر لحد انت زعلته، ممكن رفض، ممكن انك تطلب مساعدة، او حتى انك تقوم من على السرير بعد ما تسمع الحلقة. لان احنا دايما في الغالب بتاع حياتنا اننا بنستني الحياة تتغير علشان نتحرك، ولكن الحقيقة هي العكس، ان الحركة الصغيرة هي اللي بتبدأ تغير الحياة. وده مش لان الاختيار الصغير بيحل كل حاجة، ولكن لانه بيرجع لك احساس انت فقدته من زمان، إنك مش مجرد مشاهد، ولكن إنك لسه مشارك في إنك تكتب قصة حياتك. ففي آخر مرحلة آدم ضغط على زرار الإرسال، هو مش ضامن النتيجة، ولكن لأنه اختار ما يسيبش الخوف هو اللي يختار مكانه. فإذا الحرية لا تبدأ عندما تختفي القيود، ولكن الحرية تبدأ عندما تكتشف أن القيود لم تأخذ منك كل الاختيارات. وانت بتسمعني دلوقتي اسأل نفسك، كام مرة قلت لنفسك أنا ما عنديش اختيار؟ يمكن أكتر مما كنت تتخيل، ويمكن من كتر عددهم ما انت فاكر. يمكن في شغلك، في علاقاتك، في حلم أجلته، في تربيتك لولادك، في كلمة كان نفسك إنك تقولها وسكت. الغريب إن الجملة دي بتطلع بسهولة جدا، ولكن النهاردة أنا مش هحاول أقنعك إن هي أصلا غلط، أنا بس هطلب منك تعمل حاجة مختلفة. كل مرة تسمع نفسك بتقول أنا ما عنديش اختيار، مش عايزاك تصدق الفكرة فورا، وبرضه ما تكذبهاش، بس اسأل نفسك سؤال واحد، إيه أصغر اختيار لسه في إيدي دلوقتي برغم إني ما عنديش اختيارات كتير؟ ركز، أنا ما قلتش إيه الحل ولا إزاي أغير حياتي، أنا قلت إيه أصغر اختيار، إيه اللي في إيدي دلوقتي. فممكن أرجع أشتغل بدل ما أفضل أجلد في نفسي طول الوقت، يمكن أبعت الإيميل اللي أنا مأجلاه من أسبوع، يمكن أقول لأ لحاجة بتستنزفني، يمكن أحجز ميعاد مع ثيرابيست، يمكن أقوم أتمشى 10 دقايق. يمكن تقرر إنك النهاردة مش هتصدق أول فكرة تيجي في بالك. فالاختيارات الصغيرة على قد ما شكلها بسيط، ولكن الحياة نادرا ما بتتغير بقفزات كبيرة، هي بتتغير بتكرار لقرارات صغيرة. ففي كل مرة تختار بدل ما تستسلم، انت مش بس بتغير يومك ولا بتغير حياتك، انت بتبعت مسج لعقلك ان لسه عندك تأثير. وده هو أول خيط يرجع لك إحساس يمكن كنت فاكر ان هو أصلا مش موجود في حياتك، إحساس انك موجود وانك مش مجرد رد فعل لكل اللي حصل لك. افتكر، احنا ما قلناش ان كل الظروف هتتغير ولا ان كل الأبواب هتتفتح، ولكن قلنا حاجة واحدة، إن حتى في أصعب الأيام يمكن يفضل فيه باب صغير، وساعات الباب الصغير ده هو اللي يغير اتجاهك العمر كله. ولكن لو نسيت كل اللي اتقال النهاردة، عايزاك تفتكر الجملة دي، إن الإنسان لا يصبح عالقا عندما تضيق الخيارات، بل عندما يتوقف عن رؤيتها. فقبل ما تقفل الفيديو عايزاك تكتب في الكومنت جملة واحدة بس، أصغر اختيار أقدر أعمله النهاردة هو
وكمل الجملة، حتى لو كان بسيط، حتى لو كان خطوة واحدة. لأن إعادة البرمجة مش بتبدأ لما حياتك تتغير، هي بتبدأ لما تكتشف إن لسه عندك قدرة إنك تختار. في الحلقة الجاية آدم هيواجه سؤال أصعب، مش لأنه اترفض ولا لأنه فشل، ولكن لأنه هيقف قدام المراية ويقول إن اللي حصل ده هم السبب فيه. فهنا هنبدأ واحدة من أصعب التحولات في الرحلة، من هم عملوا فيا كده إلى إزاي أقدر أسترجع القوة بتاعتي من غير ما أنكر اللي حصل. وده يمكن يكون أصعب فرق بين إن الإنسان يفضل أسير للماضي